السلام عليكم ورحمة الله. لأول مرة طريقة عمل الحواوشي المصراوي في الأفراح مع الشيف محمد جنبي. ان شاء الله كده قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي. ده يا جماعه معانا عيش مصراوي، عيش بالرده. طبعا احنا بنجيبه نص سوا، ما ينفعش يكون مستوي على الاخر لان احنا هنسويه على الفحم. لازم العيش ان شاء الله كده يتفتح معانا بالشكل الجميل ده كده يا جماعه، يكون مخبوز كويس، فتح معانا بكل سهوله. ما ينفعش العيش طبعا يكون معانا مكتوم ويكون مستوي جامد لان احنا لسه هيستقبل النار عشان ما يتحرقش يا شيف، عشان ما يتحرقش مننا. بقى معانا بالشكل ده كده يا استاذ علي. ده كده معانا بصل، فلفل رومي عادي، الوان، فلفل سبايسي. طبعا احنا مش هنعمل كتير، بس في نفس الوقت يبقى حرش معانا ما يبقاش عادب. ده كده الرومي معانا اهو. طبعا كده يا جماعه النهارده احنا في فرح، فقلنا نعمل الفيديو الجميل ده عشان خاطر الساده المشاهدين. ده الفلفل الالوان معانا اهو. دايما يا جماعه ما نخليش فيه بذر معانا في الفلفل. طبعا ما ينفعش العيش اللي هو الابيض يا شيف محمد. لا العيش الابيض لا، هو لازم عيش يكون عيش بالرده يا استاذ علي، عشان الحواوشي ده طبعا الحواوشي ده مصراوي وهم بيعملوه على الاصول صراحه، بيعملوه طريقه صحيحه وبيبقى جميل قوي في الاكل، غير الحواوشي بتاع اللي هو الاسكندراني اللي احنا بنعملوه عجين بيطلع على ابوه. فكل يا جماعه كل حواوشي وليه الطعم بتاعه. طبعا احنا بنحيي القاهره وناس القاهره، طبعا هم بيحبوا الكبد الاسكندراني واحنا برضو بنحب الحواوشي برضو المصراوي. السكينه افضل والله ممكن بالمفرمه يا استاذ علي، بس انا بفضل بالسكينه عشان اللحمه تكون مفرغه معانا في الرغيف بس مش اكتر. حط معانا قرنين سبايسي. كده بعد ما قطعنا يا جماعه معانا بهارات حواوشي، جوز الطيب، ملح، فلفل. دي البهارات اللي متاحه معانا حاليا. في اضافات تانية يا شيف ممكن نضيفها برضه؟ طبعا يا استاذ علي اضافات كتير طبعا. زي ايه كده؟ زي طبعا ممكن شويه طماطم حلوين، كريهات، ما تبقاش الطماطم معانا مستويه، تكون الطماطم ناشفه. بنكتر فلفل سبايسي. طبعا احنا بنعمله لحضراتكم فيديو صغير كده، بس ان شاء الله يطلع معانا فيديو جميل. ده الشكل النهائي. طبعا لازم نسيب البصل يرتاح شويه عشان ما يعضش معانا في الرغيف ويعض معانا في اللحم. يتبل يعني؟ يتبل، يشرب تتبيلته. 10 دقايق كده ان شاء الله ونرجع لكم تاني. طبعا يا جماعه احنا ما بنلبسش كلابزات في ايدينا، بنخاف ربنا، نغسل ايدينا كويس. شغال كده على قد ايه لحمه يا شيف؟ شغال كده على كيلو لحمه يا استاذ علي. قد ايه لحمه وقد ايه ده؟ يعني هنقوله الدهنه 200 جرام على طول، اي كيلو دهنه في اي لحمه او كفته يا جماعه 200 جرام سمين عشان يطلع معانا الرغيف طري وشكله حلو. طبعا العيش هيطلع معانا بالشكل ده كده. ان شاء الله الحواوشي اللي معانا يا شيف مش هيبقى فرن، هيبقى فحم. هيبقى فحم على طول ان شاء الله. دي اللي هيبقى معانا يا جماعه. سقاره كده شيف. بتديله سمنه بقى يا شيف محمد عشان يستوي ولا من غير سمنه؟ احنا ممكن نديله ميه وممكن نديله سمنه عشان يحمر. ده متاح في ايدينا يا استاذ علي وده متاح في ايدينا، بس احنا كل ما بندي العيش ميه بيطرى معانا عشان يستقبل السوا بتاع اللحمه. بعد ما فردنا الحواوشي معانا على السقاره لازم نطريه يا جماعه بالبخاخه كده. التركيه دي مهمه طبعا. طبعا على الجنبين. العيش طري معانا خالص اكنه لسه نايم من جديد يا جماعه، يطلع معانا على الفحم على طول. واهم حاجه يا شيف واحنا بنشتري نجيبه نص سوا. نص سوا. طبعا يا جماعه لو الفحم حامي لازم نهبطه عشان ما حمرش معانا الحواوشي قبل ما يستوي. هبطه بميه خالص اهو. ننزل بقى معانا بالعيش بالراحه كده، يستوي براحته بقى يا استاذ علي.
طبعا القلبه التانيه كده يا استاذ علي هياخد وش بس وشكرا على كده. ده طبعا الحواوشي يا جماعه بعد ما استوى معانا اهو. ده شكل الرغيف يا جماعه بعد ما استوى معانا، بصوا الجمال. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. صل على النبي. شكل الرغيف معانا ما شاء الله. بص الرغيف يا استاذ علي. تسلم ايدك يا شيف حبيبي. ده الحواوشي المصراوي بشكله الجميل. تسلم ايدك يا شيف، الله ينور. خدش مننا وقت كتير يا جماعه بصراحه. ما شاء الله. حواوشي زي العسل، جميل، طريقه جميله جدا وسهله، اي حد يعملها بسرعه. طب احنا اول مره نعمله حواوشي في الافراح يا شيف محمد. اول مره نعمله حواوشي في الافراح يا استاذ علي. هو احنا الشغل اللي معانا هيبقى عباره عن ايه يا شيف؟ يبقى ما ان شاء الله معانا كفته وكبده ولحمه وطحينه وحواوشي. الف هنا. وبكده ان شاء الله وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اكبر. الله ينور يا شيخ نبيل. اللهم صل على النبي. عليه افضل اللهم صل على النبي. عليه افضل الصلاه. حلويات يا اولاد. حبيبي الله يبارك لك يا ابو شنب. حبيبي ابعت يا ابو شنب. تعالى هنا. ماشي ماشي. تاني تاني يا ريس. ما تجيبليش تصفيه هنا، تصفيه جنبي تاني هناك هناك. الله 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 اكبر. اذبح يا ابو شنب. تعالى تعالى اذبح يا ابو شنب. اللهم صل على النبي. الذبيحه الرابعه داخل يا رجاله. مني هنا شو قبلي كل الله اكبر الله اكبر. هات بقى الرزق. ادي طبق لعمك خليفه. خد يا اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. شوفوا الذبح فين يا جدعان. هات ده من راح فين؟